قدامه وبدأ يقرأ قرآن ويقول أذكار. وفجأة من تحت الرمل بيظهر الصولجان جنبهم، وبياخدوا جات في ايديه وبيمشوا الاتنين. ونرجع للحاضر مع صابر اللي بيقابل الأحمر في بيته، ونظراتهم لبعض كانت كلها تحدي. وبيقرب منه صابر بخطوات ثابتة وبيقوله: حاج وفيق، وحشني يا راجل، مش بشوفك في الجامع ليه؟ هو انت بطلت تصلي؟ لكن وفيق بيقوله: بصلي بس في جامع تاني. وقالت لهم صفاء: هو انتوا هتفضلوا تتكلموا وانتوا واقفين كده؟ تعالوا اتفضلوا ادخلوا واقعدوا. تشرب ايه يا حاج؟ لكن صابر بيقول لها: الحاج وفيق مش هيشرب حاجة، ده هيقعد ويتغدى معانا، اصل وحشني قوي. ومشيت صفاء، ووفيق قال لصابر: وانت كمان وحشني يا صابر. قال له صابر: طب احلف كده. لكن وفيق فضل ساكت وبيبصله مبرق، وصابر كمان مبرق. أما بقى منال راحت عند رحاب في بيت أبوها، واتفاجئت من ريحة الدخان وبتقول: كل ده دخان؟ ولقت واحدة كمان خارجة. ولما شافت رحاب قالت لها: ايه الدخان ده كله؟ ومين الست اللي كانت خارجة دي؟ قالت رحاب: دي واحدة كده كانت بتجيني في البيت هناك تاخد اللي فيه النصيب وتمشي. أما البخور فأنا ببخر وبشغل قرآن علشان اللي ما يتسموا. وقالت لمنال: هو انت متخانقة مع جوزك؟ لكن منال بتقول لها: ما اسموش جوزي، اسمه الموكوس. كل شوية يلا نطلع لايف، يلا نعمل فيديو. قالت رحاب: طب وفيها ايه لو بتكسب كويس؟ ليه لأ؟ ولو اي حد كتب له حاجة تضايقه يعمل له حظر. اما بقى صابر بيقول لوفيق: اسكت، مش الحاجة صفاء ما طلعتش الحج السنة دي؟ قال له وفيق: عامل لي فيها جامد وانت من جوه بتموت. رد صابر وقال له: انا مش عامل فيها جامد، انا فعلا جامد، واللي بيموت هو اللي بيستخبى في عباية غيره علشان يوسوس. رد وفيق وقال له: انا خدت الحاجة ورجعتها لك صاغ سليم، ودي اول مرة اعملها. لكن صابر بيقول له: مش انت اللي رجعتها، واللي رجعها المرة دي هيوقف لك برضه في كل مرة. هو انتوا ليه بتعملوا كده في الناس؟ رد عليه الأحمر وقال له: شوية ومش هيبقى في ناس أصلا، وهيموتوا كلهم وبإيدين بعض، لأن شعارنا الموت للجميع. وبيختفي. وفي وقتها بتوصل صفاء وبتسأل صابر: هو راح فين؟ قال لها: ده اختفى، قصدي جاله تليفون واستعجل ومشي. قالت له: راجل طيب قوي يا صابر. قال لها: قوي. أما بقى مريم كانت قاعدة مع السيد كامل، وبيقول لها: احنا مبسوطين منك يا مريم، بس انتي قلتي كلمتين كده من دماغك في آخر حلقة. قالت له: قصدك ان انا قلت ان علم الغيب عند ربنا؟ لو عايزين تمشوني مشوني، لاني ما بقتش حابة اني ارهب الناس بالطريقة دي، وعلم الغيب فعلا عند ربنا. لكنه بيقول لها: بس الناس حابة تعرف. قالت له: لان احنا اللي عرضنا عليهم نعرفهم، لكن لو ما عرضناش مش هيبقوا حابين يعرفوا. وقتها بيحط قدامها كتاب، وبيقول لها: الكتاب ده فيه تنبؤات لحياة مريم اللي جاية، خليه بقى معاكي، وانا هستنى علشان اعرف بعد كام يوم انت فتحتيه ولا لا. اتفضلي. اما بقى الحاجة عليا وصلت البيت، ووقفت مع سامية مرات ابنها، وقالت لها: ازيك يا شملولة؟ وقفت الشملولة وقالت: هتكلميني على الخلفة تاني؟ قلتلك دي مش بإيدي، دي بإيد ربنا، وعبد الباسط راضي. لكن عليا قالت لها: ولما انت تعرفي ربنا قتلتي حفيدي ليه؟ كنت فاكرة اني مش هعرف؟ ده انا معايا الدليل. اتصدمت وقتها سامية وقالت لها: انا. ردت عليا وقالت: ما تخافيش، انا ولا هبلغ عنك ولا يحزنون، سجنك وموتك مش هيفيدوني، عيال اخواتك كلهم فدا حفيدي. اتصدمت سامية اكتر وقالت لها: ازاي؟ لكن عليا بتقول: افدي نفسك بيهم، مع السلامة والقلب دعيلك يا حلوة. ومشيت عليا، وقعدت سامية تلطم على وشها بالعجين اللي في ايديها. اما بقى منال كانت قاعدة مع صفاء وبتقول لها: هو صابر مش ناوي يلم الشمل ويرجع رحاب؟ قالت صفاء:
ما هي اللي عملته برضه رحاب مش شوية. المهم ان ربنا هديك انت وحسن. وقتها بينزل حسن اللي ربنا هديه، وهو فاتح اللايف وماسك التليفون في ايديه، وبيلف حوالين الترابيزة قدامهم وكأنه بيحج 3 مرات بسبب عقاب وقع عليه من حد على التيك توك. وبعد ما خلص فضل يقول الأسد ب10,000 والحسابة بتحسب، ومشي. ونرجع بقى عند مريم في البيت اللي كانت خايفة تفتح الكتاب، ولما ابنها شافه قال لها ده شكله حلو قوي، أنا عايز واحد زي ده ويكون مكتوب عليه اسمي. قالت له لا دي حركات بنات، روح انت نام وانا هنام انا كمان. ولما خرج قامت مريم وخبت الكتاب تحت الهدوم في الدولاب. بعد كده بنروح لعبد الرازق اللي داخل عند رحاب وبيقول لها معقول عبد الرازق ما يعرفش؟ ده انا بخدم الغريب، فما بالك بقى بانك بنت ولي نعمتي. قالت له وانا مش عايزة خدامين. قال لها هو في اسياد من غير خدامين؟ انت بسم الله ما شاء الله صوتك سمع، بكرة الدنيا كلها هتعرف. قالت له انت عايز ايه يا عبد الرازق؟ قال لها انا جاي اقولك ان رقبتي سدادة في اي حاجة. قالت له حاضر هفكر، وفتحت له الباب وقالت له اتفضل. اما بقى الاحمر وست الحسن كانوا بيتكلموا عن انهم عايزين يلاقوا وعاء لمولاهم في اسرع وقت. يا ترى هيبقى عبد الرازق ولا رحاب؟ وقال الأحمر افرضي بقى الإنس اللي لقيناه بعد شوية قال لنا أنا ضميري صحي وعمل فيها مؤمن. قالت له مفيش حد مؤمن، كلهم كدابين، بس ما جاتلهمش الفرصة لسه. قال لها على رأيك كلهم مؤمنين على ما تفرج، بس صابر لازم حاجة قوية تهز إيمانه. وبالنسبة للوعاء قالت له سيبني أنا المرة دي أختار. أما بقى مصطفى بن مريم كان داخل في أوضتها وبينادي عليها ومش لاقيها، واتصل بيها وقالت له أنا بتمشى بس شوية في الكومباوند وجاية. ولما جه يخرج عينه لمحت الكتاب تحت الهدوم وفتحه وفضل يقلب فيه صفحة ورا التانية ورا التالتة. وبعد كده بنروح عند صابر اللي حازم جايله في الأرض وبيقول له ديما السباع، آخر مرة سبتك دخلت على النت وفتحت كل الكتب اللي عندي لحد ما عرفت إن عسل القزم ده موجود في ديما السباع. واللي ما يعرفهاش دي مدينة سياحية أثرية في الفيوم واسمها ديمية السباع. وبيكمل وبيقول بس أغلب المقابر دي اتنهبت، واللي اتبقى منها الحكومة حطت ايدها عليه، ما عدا مكان واحد بس محدش قادر يوصله، لأن في اعتقاد للناس إن المكان ده عليه لعنة كبيرة. والصابر بيقول له اللعنة دي للي يستاهلوها، بس أنا بإذن الله هروح. أما بقى مريم رجعت البيت ولقت ابنها ماسك الكتاب في إيديه وبيقرأ فيه، اتعصبت وشدته منه وقالت له إيه اللي خلاك تدخل أوضتي وتفتح الكتاب ده؟ قال لها أنا هموت يا ماما. قالت له اخرس ما تقولش كده. قال لها ده اللي مكتوب هنا، إني هموت بسبب كارما اللي حكيت لك عنها واللي قالت لي اسمها الست اللي بتجيلك. قالت له ده أي كلام وعبط ما تصدقش. لكنه قال لها اللي بتطلعي تقولي للناس في التلفزيون كل مرة بقى عبط؟ قالت له أيوة عبط وجهل، واللي أنا بقوله ده مجرد توقع، والناس دول قاصدين يخوفوني أنا. قال لها هما مين دول وجبت منين الكتاب ده؟ وقتها قالت له ملعون أبو الكتاب لأبوهم لأبو اللي مكتوب فيه. ومسكت الكتاب قطعت منه كام ورقة ورمته على الأرض وقالت له ما تخافش أنا جنبك، اطلع يلا أوضتك وارتاح ومفيش حاجة هتحصل لك. ولما لفت بعد ما طلع لقيت الكتاب واقف على حيله، والورق اللي اتقطع رجع في مكانه وبقى سليم. خدته مريم تاني وفتحته، وكل ما تقلب صفحة تلاقي مصيبة أنقح من اللي قبلها هتحصل لها، واللي كان آخرها أسوأ حاجة. مصطفى ابن الإعلامية الكبيرة مريم عاكف سيقتل في بث مباشر أمام الملايين. المأساة ستكون مفتاحا لخطة أكبر تتحكم فيها أياد خفية. وقتها قفلت مريم الكتاب ورمته تاني على الأرض، وكانت واقفة مرعوبة مش قادرة تتلم على أعصابها. ونرجع تاني عند السيد كامل اللي مجتمع مع صفوة وخالد وبيقول
الحياة بتنتهي وعلى المحك، والكوكب عايز يطهر نفسه من البشرية. احنا عايزين بقى ندخل ده في دماغ كل الناس، وأي حاجة بسيطة نخليها كارثة كبيرة. الناس بتحب المآسي وبتصدق اللي يخوفها، لكن صفوت بيقوله خالد ومريم فيديوهاتهم بتطلع ترند من غير حتى ما نتدخل. وقتها قال لخالد أنا عايزك تخف شوية عن مريم، هي عايزة تبعد عننا واحنا هنديها الفرصة دي. اما بقى صابر كان لسه واصل عند المقابر اللي عليها اللعنة، هو والحاج صالح، ونزلوا من العربية وتمشوا شوية لحد ما وصلوا المكان. ودخل صابر ووقف بره الحاج صالح، وكان في يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول. وعلى طول صابر بيلاقي جرار مركونة على جدار بس شكلها فاضية، بيسيبها وبيكمل طريقه، وبيلاقي تاني برضه جرار زيها وبتكون فاضية، وبيكمل لحد ما وصل لمكان فيه عدد أكبر، وبينزل وبيلاقي واحدة شكلها فيها. خدها صابر وفتحها وشم العسل اللي جواها وهو بيقول مدد يا رب. مشي وخرج، وأول ما شاف الحاج صالح من بعيد بيرفع الجرة لفوق وبيقوله أهي. وفي لحظة بيظهر مارد عملاق على هيئة دوامة هوا قوية وبيهجم على صابر، وفجأة بيختفي وبيظهر الأحمر وست الحسن مع بعض في هجمة مزدوجة علشان يمنعوا صابر يكمل مهمته في علاج المرض اللعين. وقتها بيقف صابر وسطهم يبصلهم وهو حاضن جرة العسل، وهما بيبصوله بابتسامة كدابة كلها غدر. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهتقدر يا صابر تهرب ولا هترجع زي ما جيت، ايد ورا وايد قدام؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. وبتخلص حلقتنا على كده. لايك بقى للفيديو والسلام ختام.